إلهي يا متعالي رحم حالي، إلهي يا متجلي رحم ذلي، يا إلهي خير كمالي فأنا عبدك ربي وكلي أرجو رضاك. يا متعالي ارحم حالي، إلهي يا متجلي ارحم ذلي، يا إلهي غير كمالي فأنا عبدك ربي وكلي أرجو رضاك. يوم القيامة بالاستقامة كرما أرجو السلامة، أرجو الكرامة كرما، أخشى الندامة يوم القيامة كرما. ارحمني يا الله يوم القيامة بالاستقامة كرما، أرجو السلامة، أرجو الكرامة كرما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزكيان على سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، نبدأ مشوارنا معا مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إمامنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله صلى الله عليه وجزاه الله عنا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. نعرض في هذه الحلقات المتتابعات هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكارم الأخلاق وإلى الأخلاق السنية. ونبدأ هذه الحلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المبادرة إلى التوبة وإلى السرعة في الاستغفار. ويبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرر الذنوب على القلوب. أيها الإخوة، الإنسان يحوي بين جنباته قلبا صنوبريا ماديا محسوسا، وهو هذا القلب الذي يضخ الدماء والذي يجثم خلف الضلوع. وهناك قلب ثان وهو القلب الروحاني، القلب الروحاني، وله تعلق بالقلب الصنوبري. هذا القلب الروحاني هو اللطيفة المدركة العالمة المخاطبة المحاسبة المعاتبة. هو أنت صاحب القرار الذي امتحنك الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. فالإنسان عليه أيها الإخوة أيتها الأخوات أن يحافظ على قلبه الروحاني، من أن يتسخ بالمعاصي ومن أن يسود بالذنوب، وعليه أن يظل في محافظة دائمة على هذا القلب الروحاني إلى أن يفد إلى الله سبحانه وتعالى، لأن النجاة يوم القيامة مرهونة بسلامة هذا القلب الروحاني يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. علينا في دنيانا هذه أن نحافظ على قلوبنا الروحانية سليمة من الذنوب، سليمة من المعاصي، سليمة من الآثام، لأن القلوب الروحانية تتأثر بهذه الآثام، وإن هذه الآثام بمثابة السموم التي تنزل على هذا القلب الروحاني. ويبدأ هذا القلب الروحاني بالغربة عن طريق الشريعة والهداية شيئا فشيئا إلى أن يختم عليه والعياذ بالله، وأن يصير في البعد والتيه عن رضا الله سبحانه وتعالى. تأتينا نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه والطبراني في الأوسط عن جابر رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. اسمعوا معي خطاب حبيبنا صلى الله عليه وسلم لنا نحن الأحباب الذين نحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ترزقوا وتنصروا وتجبروا. الله الله، ما أحلى هذه النتائج المترتبة على ماذا؟ يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا. على كل واحد منا أيها الإخوة أيتها الأخوات أن يستشعر مسألة دقيقة جدا، وهو أنه عرضة للموت. الإنسان عرضة للموت في أي لحظة، فما أصعبها أن يرحل الإنسان عن الدنيا ولم يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى بتطهير هذا القلب الروحاني الذي تحدثنا عنه. ما أصعبها أن يزورك ملك الموت وأن يجيء مع موكب ساداتنا الملائكة ليقبض الروح، ويكون هذا العبد في حالة عصيان وفي حالة تلبس بالعصيان والآثام والذنوب. ما أصعبها وما أعظمها من فاجعة ومن مصيبة. لذلك يا أحباب، طالما أن الموت حالة قريبة قد تقع بالإنسان في أي لحظة، فعليه في المقابل أن يكون مستعدا للقاء الله سبحانه وتعالى في أي لحظة. كيف يكون هذا الاستعداد؟ بدوام التوبة ودوام الاستغفار ودوام استشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، قبل أن ينزل بكم الموت. والتوبة هي أن يبحث كل واحد منا في قلبه، وأن يغوص بقلبه الروحاني، وأن يفك عقد الإصرار على الذنب التي أخذ القرارات المتتالية بها وبفعلها. عليك أن تغوص في أعماق قلبك الروحاني لتجعله مستسلما لله سبحانه وتعالى، لتجعل هذا القلب الروحاني بعيدا عن إرادات السوء، وبعيدا عن قرارات المعصية، وبعيدا عن العصيان. عليك أن تغوص في عالم قلبك الروحاني لتنظفه لتطهره، وهذا التطهير وهذا التنظيف عماده التوبة وعماده الاستغفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم. كيف يصل الإنسان ما بينه وبين ربه؟ وكم نحن بحاجة إلى أن نستشعر في قلوبنا الروحانية أننا موصولون بحب الله سبحانه وتعالى، أننا موصولون بحب الله سبحانه وتعالى. يرشدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يرشدنا أن طريق الصلة هو أن تكون من الذاكرين، من الذين يكثرون من الذكر. قال: وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له. بكثرة ذكركم، اجعل لسانك رطبا بذكر الله، داوم على ذكر الله، داوم على الاستغفار، داوم على الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، داوم على التهليل، داوم على التسبيح. وهذا الذكر هو الحياة الحقيقية للإنسان. هذا الذكر هو الراحة الروحانية التي يستشعرها الإنسان التائب المقبل على رضا الله سبحانه وتعالى. هذا الذكر هو الذي يجعلك حيا، هذا الذكر هو الذي يجعلك في حالة أنس، في حالة سكينة، في حالة طمأنينة، في حالة تبتل وخشوع واستشعار بأنك الآن موصول بحب الله سبحانه وتعالى. قال: وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له. بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية. أيضا يتصدق الإنسان، وما أحوجنا إلى الصدقات خاصة في هذه الأيام التي كثرت فيها المآسي على واقع المسلمين. نحتاج إلى أن نقف إلى جانب بعضنا البعض في مواساة على طريقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما آخى بين المهاجرين والأنصار، ليعيش المسلم حالة أخوة حقيقية مع المعوزين، مع المحتاجين، مع الفقراء، مع المرضى، مع الذين يحتاجون إلى المال. وقد فتح الله عليك، فاجعل المال طريقا إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. إذن وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزق الذي يبادر إلى التوبة ويبادر إلى الأعمال الصالحة ويصل ما بينه وبين ربه بكثرة الذكر وكثرة الصدقة في السر والعلانية، موعود بأن يرزق، وموعود بأن ينصر، وموعود بأن يجبر. فما أحلى وما أعذب هذا الكلام.
أيها الإخوة أيتها الأخوات، بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم سعة باب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ففي رواية ابن ماجه بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أخطأتم، أي لو فعلتم الخطايا الكثيرة، لو أخطأتم حتى تبلغ السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. الله غفور رحيم، الله تواب. أقبل أيها العبد، أقبلي أيتها الأخت الكريمة على باب الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة أيتها الأخوات، إن هذه الروح خلقت وهي لن ترتاح إلا إذا أنست بذكر الله، وإلا إذا وقفت على باب الله في أحلى وأبهى صلح مع الله سبحانه وتعالى. هذه الروح ترتاح متى ترتاح؟ ترتاح إذا أقبلت على رضوان الله، إذا اعترفت بذنبها، إذا اعترفت بتقصيرها، إذا وفدت على باب الله تطلب الغفران. هذه لحظة راحة نفسية عظيمة يعيشها الإنسان المسلم، يعيشها الإنسان الموحد. لذة عظيمة وراحة عظيمة أن تتبتل لله سبحانه وتعالى لربك، وأن تطلب منه سبحانه وتعالى أن يعفو عنك وأن يغفر لك. هذه اللحظات التي إذا وفق إليها الإنسان يستشعر راحة وسكينة وأنسا. هذا دواء الكآبة ودواء الاضطراب ودواء القلق ودواء ما يعيشه الإنسان من كدر، وما يعيشه الإنسان من أحزان، وما يعيشه الإنسان من أمور نفسية تضيق الدنيا عليه. هذا بابك، هذا شفاؤك، هذا دواؤك، أن تقف على باب الله سبحانه وتعالى وأن تبث لربك سبحانه وتعالى كلمات التوبة وكلمات الإنابة. وباب التوبة مفتوح أيها الأحباب. يقول الحبيب كما ذكرت لكم: لو أخطأتم حتى تبلغ السماء، يعني هذه الذنوب كثيرة عظيمة، ثم تبتم لتاب الله عليكم. إنه التواب سبحانه وتعالى الذي يعطيك، الذي يعفو عنك. وفي رواية مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا كناية عن أن الباب مفتوح وأنك مقبول، فأقبل. مقبول إذا عدت إلى الله، إذا تبت إلى الله في عهد جديد تقيمه وتنشئه لتكون تائبا، ونحن في مواسم التوبة وفي مواسم الإقبال على الله، فأقبل. أيضا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أثر هذه الذنوب على القلوب وخطر هذه الذنوب على القلوب. ففي رواية الإمام الترمذي في سننه بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء. هذا نتحدث عن القلب الروحاني، تنكت فيه نكتة سوداء. قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو أي العبد نزع أي تباعد عن الذنب واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الحديث الذي يشير إلى ضرر المعاصي، ضرر الآثام، ضرر الغيبة، ضرر النميمة، ضرر النظر إلى المحرمات، إلى الأمور التي لا تجوز، ضرر أكل الحرام، ضرر الربا، ضرر عقوق الوالدين. هذا خطر الذنب. خطر الذنب
الذي يصيب قلبك الروحاني وتكون الضريبة أن تبدأ بتيه وبغربة عن طريق الله سبحانه وتعالى، وما أصعبها من غربة وما أصعبها من نكبة. المصيبة الحقيقية حينما يصاب الإنسان بقلبه الروحاني. الغربة النكبة الحقيقية حينما ينكب الإنسان بقلبه الروحاني. هذه النكبة وهذه النكسة وهذه المصيبة الحقيقية أن ينكب الإنسان بقلبه الروحاني، فتبدأ مسيرة البعد ومسيرة التيه ومسيرة الغربة عن طريق الله سبحانه وتعالى. إذن ماذا يفعل الإنسان إذا وقع في الذنب؟ نحن أيها الإخوة معرضون، حاشا ساداتنا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فهم معصومون عن الذنوب، معصومون عن الذنوب، لا يعصون الله أبدا. أما نحن فقد نقع في الذنب. ما حالنا إذن؟ القرآن الكريم بين أحوال الذين إذا وقعوا في الذنب ماذا يفعلون. هل يظلون في دائرة البعد وفي دائرة العصيان وفي دائرة الوقوع في الحرام، أم أنهم يحملون قلوبهم الروحانية ويفرون إلى رضا الله سبحانه وتعالى من جديد؟ المؤمن إذا وقع في ذنب يسارع إلى التوبة والاستغفار، ويبتعد عن الإصرار الذي وقع في قلبه الروحاني حينما عقد القلب على أن يفعل المعصية. قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أي كبيرة أو ظلموا أنفسهم أي بفعل الصغائر ماذا يفعلون؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أي يعلمون أنهم إذا تابوا تاب الله عليهم، وإذا استغفروا غفر الله لهم. نكمل السياق أيها الأحباب: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين، ونعم أجر العاملين. الإنسان لا يظل في حالة العصيان ولا يظل متلبسا بالإصرار، الإنسان يفر، لأنني كما قلت لكم هو عرضة للموت في أي لحظة، فإياك أن تظل على حالة إصرارك وعلى حالة عصيانك. الإصرار على الذنوب له ظلمات في عالم القلوب، وإذا تاب المصر على الذنوب تاب الله سبحانه وتعالى عليه لأنه تواب رحيم. أيها الإخوة، هناك من يتوب قبل أن تقبض روحه، يتوب من الكبائر ومن الصغائر، وهناك من يظل مصرا بالله، يظل مصرا على العصيان، يظل مصرا على العصيان إلى أن تقبض روحه، وهذا الذي يموت على العصيان. فما شأنه عند أهل السنة والجماعة؟ هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، وإن شاء عذبه. إذن هناك من يتوب قبل الموت ويتوب الله سبحانه وتعالى عليه لأنه تواب رحيم، وهناك من يظل مصرا على الكبائر وعلى الذنوب إلى أن يقع في الموت والعياذ بالله، وهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهؤلاء الذين نورد حالهم في الآخرة كما جاء في رواية الإمام مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها، يعني الكفار، فالكفار يخلدون في النار ولا يخرجون منها أبدا. أما المسلمون العصاة فإنهم يعذبون، إن لم يغفر لهم يعذبون في النار على مقدار معاصيهم ثم يخرجون ويدخلون الجنة. وهذا الحديث سيحدثنا عن حالتهم، حالة العصاة، ويحدثنا عن حالة الكفار أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها، يعني الكفار، فإنهم لا يموتون فيها، أي جهنم، ولا يحيون، ولكن أي هؤلاء الكفار لا يموتون ولا يحيون، لا هي حياة طيبة لأنهم يعيشون في العذاب، ولا يموتون فيرتاحوا، لا راحة لهؤلاء الكفار أبدا، خالدين فيها أبدا.
ولكن ناس، وهذا الحديث عن العصاة الذين ماتوا على العصيان، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم، أي عصاة المسلمين، فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما، أي صاروا فحما، أذن في الشفاعة فجيء بهم ضبائر أي جماعات متفرقة، فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم من الماء فينبتون نبات الحبة بكسر الحاء، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. هذه الإماتة، قال الإمام النووي رحمه الله قال في شرح كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة، قال معناه أن المذنبين من المؤمنين يميتهم الله تعالى إماتة بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. قال وهذه الإماتة حقيقية يذهب معها الإحساس، ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم، ثم يميتهم، ثم يكونون محبوسين في النار من غير إحساس. سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية. هؤلاء العصاة بعد أن عذبوا مقدار معاصيهم، هؤلاء قال يحبسون في النار من غير إحساس، قال ثم يكونون محبوسين في النار من غير إحساس المدة التي قدرها الله تعالى، ثم يخرجون من النار موتى قد صاروا فحما، نسأل الله السلامة. إذا سمع كل إنسان عنده عصيان فليسمع حتى يبتعد عن الذنب ويتوب إلى الله قبل أن يموت، حتى يقول سيدنا الإمام النووي ثم يخرجون من النار موتى قد صاروا فحما فيحملون ضبائر أي جماعات كما تحمل الأمتعة، ويلقون على أنهار الجنة فيصب عليهم ماء الحياة فيحيون وينبتون، أي تنبت أجسادهم وتنمو نبات الحبة في حميل السيل في سرعة نباتها. قال رحمه الله ثم تشتد قوتهم بعد ذلك ويصيرون إلى منازلهم وتكمل أحوالهم. إذن يعذب الإنسان العاصي الذي مات على العصيان ولم يغفر له، يعذب، وعذاب النار نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، عذاب النار بليغ وعذاب النار عظيم. فليبادر الإنسان، لو خير الإنسان أيها الأحباب، أيها الإخوة، أيتها الأخوات، بين أن يتطهر الإنسان بالتوبة والاستغفار في الدنيا وبين أن يتطهر يوم القيامة بالنار وبعذاب النار قبل أن يدخل الجنة، يختار ماذا؟ العاقل يختار ماذا؟ لو خير الإنسان بين أن يتطهر بالتوبة في الدنيا وبين أن يتطهر بالنار والعياذ بالله يوم القيامة، أيهما أخف على الإنسان؟ فر إلى التوبة، فالتطهر بالتوبة نعمة، التطهر بالتوبة نعمة. هذا الخيار هو خيار العاقلين، خيار الصالحين، خيار الذين يريدون أن لا يعذبوا في عذاب النار والعياذ بالله، يريدون أن يفروا من عذاب الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، ما أجمل التوبة وما أروع التوبة. قم إلى رضوان الله، إن لم تكن من أهل الصلاة فصل قبل أن يصلى عليك، إن كنت من أهل العصيان ففر من معصيتك، وأنشئ الآن وأنت تسمع هذا الكلام، أنشئ عهدا جديدا مع الله سبحانه وتعالى، عهد توبة وعهد إنابة، تقول له يا رب جئت بابك ضارعا مستغفرا معترفا مقرا لتعيش بعد ذلك سعادة وسكينة وأنسا، ولتعيش بعد ذلك روحية وروحانية عالية يحتاج إليها الإنسان، يحتاج إلى أن ينظف قلبه الروحاني ليظل مرتاح البال مطمئن البال سعيدا في الدنيا إلى أن يجد السعادة العظمى يوم أن يلقى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أصحاب التوبة المستمرة، وأن يجزي عنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.